الخلل الحقيقي ما بدأش من العيال المايعة دي، الخلل بدأ من البيت، من الأب والأم نفسهم. العيال اللي اتربت في بيئات خشنة وقاسية جدا قرروا لما يكبروا يعملوا رد فعل عكسي متطرف مع أولادهم. قرروا يخترعوا نوع من التربية اسمه تربية الهليكوبتر. يعني إيه بقى تربية الهليكوبتر؟ يعني الأب والأم يفضلوا لازقين فوق دماغ ابنهم 24 ساعة، بيشيلوا من قدامه أي طوبة صغيرة ممكن تكعبله في الشارع، بيحلوا له واجبه المدرسة عشان ما يتعبش، وينزلوا يبهدلوا المدرس لو بس قال له انت مش مركز النهارده. الاهل هنا فاكرين ان هم بيحموا حته اللحمه الحمراء بتاعتهم من قسوه الدنيا، بس الحقيقه العلميه ان هم بيبطروا ذكائه الانفعالي وبيدمروا قدرته على المقاومه. في علم النفس في مصطلح عظيم اسمه التحصين النفسي. زي ما الطفل الصغير محتاج يتعرض لشويه ميكروبات من الشارع عشان يبني جهازه المناعي، نفسيته محتاجه برضه تتعرض لجرعات من النقد والفشل والاحباط. لازم يجرب يقع وركبه تتجرح عشان يقدر يقوم لوحده ويبني مرونه نفسيه. لما تحمي ابنك من اي زعل ودايما تقول له انت صح، انت كده بتنزله سوق الحياه العنيف وهو حتى من غير جلد. حرفيا بني ادم سفت عامل زي الكيكه ما بيعرفش يواجه ازمه.